يا نهار شربات، يا نهار عسل. شايفين البسكوت الطعم ده؟ بسم الله ما شاء الله. من نص كل دقيق عملنا احلى طبق بسكوت البرتقال. يلا بقى نخش على الفيديو، بس قبل ما نخش هو لازم اوريكم خبيزه واوريكم ذوبانه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين يا جماعه؟ هش وطعم وخفيف وبيدوب ذوبان كده. مجرد ما هتحطيه كده ذوبان. شايفين يا جماعه؟ حاجات بسكوتات كده عسل عسل عسل. الحاجه ما تكون انت عاملاها حلوه انتوا بتفرحي بيها. شايفه يا جماعه؟ من نص كيلو دقيق عملنا الكميه دي. يلا بقى ما تنسناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. ويلا نقول مقاديرنا. بس قبل ما نقول هنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوبايه من السمنه، كوبايه وربع من السمنه. ممكن تحطها زبده كلها، ممكن تحطها سمنه كلها، ممكن تحطي من ده على ده. زي ما انا عملت كده، حطيت كوبايه سمنه وربع كوبايه من الزبده. والزبده تكون ساقعه شويه، ما تكونش يعني مثلا سايحه منك، لا، احنا عاوزينها ماسكه نفسها شويه. والجو كده ساقعه كده كده، فهي ماسكه نفسها. ماشي. هنحط كوبايه الا ربع من السكر البودر. يعني كوبايه وربع من السمنه على كوبايه الا ربع من السكر البودر. شايفين يا جماعه؟ بكل سهوله اهو. وعامله مقادير صغيره اللي لسه في سنه اولى، للي لسه بيتعلموا، اللي بيقولوا تاتا تاتا، اللي بيقولوا واحد اتنين اول خطوه. شايفين يا جماعه اهو؟ حاجه بسيطه بحاجه بسيطه، عشان اللي عايزه تتعلم وتشوف. عملتيه وطلع معاكي زي الفل زي بتاعي كده، كبري الكميه. ماشي يا جماعه؟ ما تيجي نجرب في حاجه بسيطه. معايا بيضتين اتنين كاملين. مش ولا هتاخدي الصفار وتسيب البياض، لا، احنا هناخدهم كاملين. وهنحطهم بيضة بيضة بس بعد ما نضرب السمنة شوية كده وتضربها كويس قوي، علشان تبقى ناعمة معاكي والسكر يبقى دايب فيها وتبقى هشة وخفيفة كده معانا، عشان البسكوتة تطلع معانا هشة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. السمنة بقت كريمية. حطينا بيضة وضربناها وضيعناها. والبيضة التانية هنحط معانا 2 باكت من الفانيليا. هي خطواتنا سهلة سهلة سهلة. مش أنا بقول لكم، أنا بجيب لكم الفيديوهات السهلة اللي خفيفة على القلب، اللي ما تتعبناش في العمايل. اتبعوني وانت هتشوف. بسم الله ما شاء الله. ضربنا بقى وضيعنا البيض وحطينا الفانيليا، 2 باكت فانيليا لكل بيضة باكت فانيليا. وكده كده هنحط البرتقال، فهيضيع أي ريحة زفارة. معايا معلقة صغيرة من تاني بطعم البرتقال. يلا برضو هندوبها كده مع السمنة. هنضرب السمنه ضربه يعني جامده حلوه كده عشان تنعم معانا وتبقى خفيف. طول ما انت بتضربي السمنه حلو لو انت هتعمليها على ايديك حتى وهتربيها على ايديكي، ربها حلو كده عشان تبقى ناعمه معاكي وخفيفه كده. هنحط ربع كوبايه من العصير البرتقال. برضه لو ما عندكيش برتقال ممكن تجيبي كيس فروت وتاخدي من نص معلقه وتدوبيه وهيبقى عصير معاكي. كده هنقلب بقى ونجيب الجوانب بقى كده اللي هي طايره دي، ونلم بقى سمنتنا كده. وهو نص كيلو دقيق اللي انا عاملاه، نص كيلو دقيق يا جماعه. أنا معايا نص كيلو دقيق اهو. هنحط معلقه كبيره ممسوحه، معلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر. برتقان يعني مفيش نشادر. لو حابه تحطي نشادر حطي، بس انا ما بحبش النشادر مع البرتقال. هي النشادر دي ما تضربها، وانا حطيت بيكنج باودر بدلها. ومعلقه يعني معلقه ممسوحه، علشان الرسمه بتاعت البسكوته معانا ما تضيعش معانا في الخبيز، تبقى باينه كده وزي الفل زي ما انت شفتوا. هنقلب بقى الدقيق مع السمنه خطوه خطوه كده اهو يا جماعه. يلا اللي نسيت تحط لي اللايك، تحط لي لايك بقى كده والاشتراك، واعملوا شير لكل حبايبنا وكل اصحابنا يا جماعه. هنقلب بقى كده الدقيق مع السمنه. يا ستي صوصه، شيل المعلقه واعملي بايديك، خلي البساط احمدي. ايوه كده، ايدينا نظيفه وغسلينها وكل حاجه غسلينها. كل حاجه عندنا نظيفه. بسم الله ما شاء الله. قلبي كده علشان تحسي العجينه برضو. العجينه هتبقى طريه ومش بتلزق، وبتلزق حاجه بسيطه. لو انت هتمسكها بايدك وهي مش نظيفه، يعني مش ما فيهاش عجين، هتبقى ايه؟ بتلزق حاجه بسيطه. معايا القمع بقى اهوت، ومعايا كيس، وهنحط عجينتنا. ويلا نبتدي. والصاج بتاعنا اللي هنجيبه مش هندهنه قد اي ماده دهنيه. احنا البسكوت بتاعنا
فيه كل حاجة. هنحط كده، والخبيز بتاعه يا جماعة على الشبكة والنار من تحت. لو عندك بوتاجازك من فوق ومن تحت ما تقيديش الشواية خالص، هتخبزي من تحت. هتقيدي من تحت وتسيبيه بقى براحته كده. هياخد معاكي من ربع ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة في الفرن. يلا نقطع بقى كده، اتك شوية كده على ايديكي كده واعملي، هو هيطلع معاكي سهل. لو حسيت ان العجينة تقيلة معاكي ممكن تحطي لها معلقتين من اللبن او معلقتين من العصير. ماشي يا حبايبي؟ كده هنكمل بقى الصاج بتاعنا ونوريه لكم. شايفين يا جماعة؟ انا ما بحبش اطول البسكوتة قوي، بخليها كده يعني وسط، لا كبيرة قوي ولا صغيرة ولا تبقى عريضة. شايفين الطعامة دي يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله. ما تقوليش للحاجة لأ اللي أنا مش هعرف أعملها، لأ اعملي وتعلمي، وإحنا مقاديرنا سهلة يعني مش هتتعبك في حاجة، ومش هتكلفك كتير، يعني مقاديرنا سهلة ومش هتكلفك كتير. وطبعا هتعملي وتفرحي أولادك، وكل سنة وانتوا طيبين. شايفين يا جماعة؟ أنا كمان الصاج بتاعي مدور، فأنا حاطة كده عشوائي. إنما لو هو الصاج بتاعي مستطيل كنت هرص واحدة جنب التانية، إنما أنا حطيت عشوائي كده. شايفين يا جماعة؟ شايفين الطعامة دي؟ بسم الله ما شاء الله. وهتحطيه وتطلعيه زي ما هو، لا هيفرش منك ولا الرسمة بتاعته هتضيع ولا أي حاجة. بغاشة بغاشة يا عسل. شايفين خبيزه يا جماعة؟ شايفين الطعامة دي؟ شايفين خفيف ازاي؟ شايفين بيدوب معاك ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. خفيف وطعم ولونه حلو. بسم الله ما شاء الله. فيديوهاتنا جميلة.